من أخطر الحوادث اللي سمعتها ومخيفة. سيدة أردنية بتتصل ببرنامج تلفزيوني بتخبرهم قصتها إنه هي طالعة من المول، جنبها سيارة فيها 3 سيدات ببلشوا بزمروا لها وبيحكوا لها أنت خبطتينا، وقفي بدنا نعمل كروكا. فبتحكي أنا صفيت على جنب، بحكي لهم والله أنا ما انتبهت، أنا ما خبطكم. بيحكوا لها لا تعالي شوفي سيارتنا هنا مخبوطة وأنت خبطتينا، و3 سيدات ضد واحدة. فبتتصل بجوزها بتحكي له تعال شوف إنه في حادث بس أنا ما عملته. المهم اجى جوزها فبشوف انه هم سيارتهم مخبوطه، هي سيارتها امورها تمام ما فيها اشي. ببلش الهمس بين سيدتين، يي مين هاد؟ طب مين اللي كان معها بالسياره وراح؟ بتحكي جوزي ترك موضوع الحادث راح لهم. بس معلش انتوا شو بتحكوا؟ لا خلص انسى ولا اشي. بتيجي السيده الثالثه بتحكي له بصراحه مرتك كان معها شخص وبس اجيت انت راح. مين الزلمه اللي كان معك؟ تحكي له والله ما كان معي حدا. بحكي لا مين اللي كان معك؟ تحكي له والله العظيم ما كان معي حدا. بتصيروا يحكوا خلص خلصونا من هالموضوع، خلص اعطينا 50 دينار وخلينا نتسهل. بتحكي راح جوزها طلع 50 دينار مشان بطل الموضوع الحادث، بده يعرف مين كان معها، واعطاهم ال 50 دينار وراح. واجى يسالها مين اللي كان معك. البنت ما رضيت الحكي او التهم اللي بتوجه لها من جوزها، سحبت حالها بتاكسي وراحت عند بيت اهلها. ولما حكت لاهلها القصه حكوا لها طب جد مين اللي كان معك؟ بتحلف وبتقسم والله العظيم ما كان معي حدا. راح والدها على موقع الحادث طال الكاميرات واتضح انه جد ما كان معها حدا وانها هي تهم وزور باطله. بعتوا الفيديو لجوزها واخذوا الفيديو راحوا فيه على المخفر. فهي بتحكي حاليا انا عند بيت اهلي، كرامتي كبريائي مستسمح لي اني ارجع، انه يتم القاء القبض على العصابه الشيطانيه هاي ويتاخذ فيهم اقصى العقوبات، لانه كان من وراهم ممكن يصير جرائم. طبعا انا ما معي ولا حدا، فرجع هذا الفيديو لجوزي وتابعنا الاشي مع الجهات المختصه يعني عشان ياخذوا حقي وكل اشي. يعني انا لهلا مثلا انا عند اهلي يعني مش قادره هيك نفسيا وعشان كرامتي وانه جوزي نوعا ما صدقهم، انا مش قادره.